مش كدبة إبريل ولا حاجة، لا، دي حقيقة وحصلت فعلا. ومن يوم 5 إبريل بدأت الحكومة السعودية بتنفيذ خطة التوطين بترحيل الوافدين في الوظائف دي. في مهن هيتم توطينها وهيكون مسموح ليها للمواطنين السعوديين وبس، وفي مهن برضو ما يقدروش يستغنوا عن المصريين فيها. فلو انت شغال في السعودية في المهن دي، فيا إما تم ترحيلك بالفعل أو الدور جاي عليك. كمل معايا الفيديو ده عشان تعرف مصيرك هيكون إيه. هل هتكمل في السعودية ولا هترجع بلدك؟ أنا آية الوليلي، كمل معايا باقي الفيديو عشان تعرف كل التفاصيل. الكلام عن سعودة الوظائف في السعودية مش جديد، لكن تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع هو اللي جديد. من كام يوم كده أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة في المملكة، وهتكون مقتصرة على السعوديين وبس، وده وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية. فلو أنت شغال مترجم فوري أو المسؤول عن شؤون العمل والعمال، أخصائي لغات، كاتب الشكاوي والبلاغات، مدير الموارد البشرية، موظف الاستقبال الفندقي المسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم، أمين الصندوق، حارس الأمن الخاص، مدير العلاقات الاجتماعية الحكومية، كاتب الوقت الناسخ، المسؤولين عن محلات الملابس النسائية، ومسؤول الجمارك. فمصيرك اتحسم خلاص، يا إما اتبلغت بالترحيل وحصل فعلا ورجعت نهائي مصر قضيت رمضان وسط أهلك وناسك، أو لسه الدور مجاش عليك بالترحيل لسه من المملكة. وده لأن التوطين هيحصل على مراحل، وده وفقا للإجراءات اللي بتتنوع وفقا لكل مهنة. يعني العمالة الوافدة بتسيطر على 455 من أصل 730 مهنة، فمش من المنطق يعني كله يتم مرة واحدة، ولا إيه؟ الحكومة السعودية كانت منحت مهلة لكل مؤسسات الأعمال لتطبيق قرارها، وده علشان تكون في فرصة للوافدين دول يشوفوا شغل في مهن تانية، والأهم يكون بشكل قانوني. خلي بالك إن التوطين ده هيحصل في كل أنحاء المملكة، يعني مش مقتصر على منطقة واحدة زي ما اتقال الفترة الأخيرة. وكان في تعليمات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء بقرار سعودة وتوطين حوالي 14 وظيفة مش من حق الوافدين يشتغلوا فيها، ومش مسموح لأي مؤسسة إنها تتجاوز القرار ده، واللي هتكون في عقوبة كبيرة عليها. في بقى مجموعة وظائف السعودية ما تقدرش تستغنى عن الوافدين والعمالة المصرية فيهم، فلو انت شغال فيهم اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي. ومن المهن دي سكرتير تنفيذي أو بائع أو مراقب وأمين مستودعات، مهندس أو سائق. الحكومة السعودية ما اكتفتش في تطبيق سياسة توطين الوظائف للسيطرة على أزمة البطالة وده بإصدار القرارات دي، لا، كمان حطت حوافز للمنشآت في القطاع الخاص، بحيث المنشآت اللي هتلتزم بالقرار هتحصل على إعفاءات من دفع المقررات المالية المقررة للدولة، واللي مش هيلتزم بيها في عقوبة كبيرة في انتظاره. السعودية بقرارها ده بتسعى لخفض معدل البطالة ل7% وده خلال 2023، ويكون في تعدد لمصادر الدخل القومي للمملكة وتشجيع توظيف الشباب والمرأة في مختلف القطاعات. في النهاية بقى انتوا يا مصريين، هل حصل معاكم ورجعتوا مصر ده لو كنتم شغالين في الشغلانات دي، ولا اتبلغتوا ولسه دوركم بالترحيل ما جاش؟ وهل انتم مع ولا ضد خطة السعودة والتوطين؟ هل هتنزل مصر وتشتغل في بلدك ولا هتدور على هل هت... هل هتنزل مصر وتشتغل في بلدك ولا هتدور على باب رزق في بلد مرحبة بالمصريين؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.